امتع حاجه في الدنيا تشتغل الحاجه اللي بتحبها. يعني انا هتكلم عن نفسي، حتى اللحظه اللي هقول انا وصلت لقمه المتعه اللي في الحياه والسعاده الذاتيه، اللحظه اللي هكون بشتغل بس الحاجه اللي بحبها. ولكن لو انت امكانياتك الماليه والاجتماعيه ما تخليكش تعمل ده دلوقتي، ما تعملوش، وخليك ماشي على الطريق اللي انت بتعمله واللي بتنجح فيه واللي بتعمل فيه مصدر فلوس او مصدر دخل ليك. ولكن اوعى تنسى الشيء اللي بتحبه، اشتغله جنب شغلك، اتعلمه، هتمشي فيه بالراحه، هتمشي فيه ببطء، ولكن افضل اعمله جنب الشغل اللي هو مصدر رزق، وحاول تعمله حتى لو في الاول رفاهيه مجانا، مش مهم. افضل اعمل اللي بتحبه، بعد شويه هيبدا يجيب لك دخل شويه، بعد شويه الدخل هيزيد، زيه زي اي حاجه في الدنيا، زيه زي الزرعه، بتديها شويه ميه، بتديها نفس، بتديها غذاء، بتبدا تكبر. وهكذا الحاجه اللي انت بتحبها اهتم بيها، اتعب عليها جنب مصدر رزقك، ما تسيبوش. ده اللي بياكلك ويشربك ويلبسك ويكون مصدر دخل ليك ولاسرتك، ما تغامرش بيه، خليك مكمل، تعال على نفسك واعمل ده وجنبه الشيء اللي بتحبه، لحد ما تلاقي في يوم من الايام الشيء اللي بتحبه بقى شيء كبير ومصدر دخل كبير جدا. ساعتها ممكن بس تقدر تستغنى عن شغلانه بتشتغلها من اجل الفلوس والوظيفه لشيء بتحبه فعلا وبتعمله وانت مبسوط، وساعتها يكون مصدر دخل كبير جدا، عشان الحاجه اللي بنعملها من قلبنا بننجح فيها نجاح باهر ما بيكونش عادي.